السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن بطولات النادي الأهلي في كرة القدم وبطولات نادي الزمالك. أولا مسابقة الدوري العام، الأهلي له 44 دوري عام، الزمالك 14 دوري عام، يعني فرق 30 بطولة دوري عام، 30 سنة كاملة. يعني لو الأهلي قفل النادي 30 سنة ورجع مش هيلاقي الزمالك برضه لسه محصله. ده فرق البطولات ما بين الأهلي وما بين الزمالك، 44 للأهلي و14 للزمالك. بالنسبة لكأس مصر الأهلي 39 بطولة والزمالك 28 بطولة. كأس السوبر المصري الأهلي له 15 بطولة والزمالك له 4 بطولات. الأربع بطولات دولت لما خدهم ما كانش الأهلي مشارك فيهم، ولما خد بطولة من الأهلي خدها ضربات جزاء مش أكتر، يعني فرق شاسع ما بين هنا وهنا. نتكلم بعد كده على دوري منطقة القاهرة، الأهلي فاز بيها 16 مرة، الزمالك فاز بيها 14 مرة. نتكلم على كأس السلطان حسين، الأهلي فاز بيه 7 مرات والزمالك فاز بيه مرتين 2. بعد كده كأس الاتحاد المصري الأهلي فاز بيه مرة، الزمالك ما فازش بيه ولا مرة. كأس الجمهورية المتحدة الأهلي فاز بيه مرة، الزمالك ما فازش بيه ولا مرة. نخش بعد كده على دوري أبطال أفريقيا، الأهلي فاز بيه 12 مرة، الزمالك فاز بيه 5 مرات. آخر مرة كان الزمالك فاز بيها من 2002، يعني حوالي 2 أو 23 سنة الزمالك لم يفز بدوري أبطال أفريقيا. ويجي يقول لك إحنا بطل أبطال أفريقيا. اولا هوضح حاجه، عشان تقول بطل ابطال افريقيا مع احترامي للجميع لازم تكون فايز بدوري ابطال افريقيا، انما ما تجيش تاخد لي كونفدراليه او تكسب لي السوبر الافريقي بضربات الجزاء وتقول لي انا بطل ابطال افريقيا. ازاي؟ او تيجي تقول لي انا اكبر قرعه، باماره ايه؟ من حيث المساحه مفيش، من حيث الفروع مفيش، من حيث البطولات مفيش وجه مقارنه. الاهلي 154 بطوله والزمالك 78 بطوله، اقارن ده بده ازاي؟ قول لي اكبر قرعه بمناسبه ايه؟ لما نيجي نقول الاهلي فوق الجميع يبقى الاهلي فعلا فوق الجميع، مش فوق الفرق، لا فوق اي حد شخص في داخل المنظومه نادي الاهلي دون التقليل من اي حد تاني. لما نيجي نتكلم نقول الاهلي اعظم فريق في الكون، ده بسبب بطولات النادي الاهلي، لان فعلا اكتر نادي على مستوى العالم فايز بالبطولات. بسم الله ما شاء الله 154 بطوله حتى الان. فلما اقول الاهلي اعظم فريق في الكون يبقى انا بتكلم بالبطولات، بالانجازات، بالجماهير، حب الناس، انما ما اتكلمش اي كلام بس باليافطه، بس على يافطه كده ولا اكتبها في قناه كده انا بقيت البطل. لا طبعا ما فيش الكلام ده يعني عندهم في القناه ممكن يضحكوا بقى على جمهورهم، تمام، انما مش جمهور الاهلي اللي ضحك عليه بكلمه ولا بيافطه. نخش بعد كده، احنا قلنا دوري ابطال افريقيا الاهلي 12 مره، الزمالك 5. كاس السوبر الافريقي الاهلي 8، الزمالك 5. كاس الكؤوس الافريقيه الاهلي 4، الزمالك 1. نخش بعد كده على البطولة العربية، الأهلي له 4، الزمالك له 1. البطولة الكونفدرالية الأهلي له 1 والزمالك له 2. طيب الزمالك له 2 عشان الأهلي بيشارك دائما في دوري أبطال أفريقيا، الزمالك عشان بيطلع ثالث الدوري ولا رابع الدوري وبيشارك مع أبو سليم وسجرادا، الفرق اللي هي الضعيفة مستوى ثالث أو مستوى رابع، بيقول لك أنا كده فايز أو متفوق على الأهلي ببطولة. متفوق على الأهلي ببطولة فين؟ ما هو إذا يعني ده الملحق الفرق اللي هي الضعيفة، فأنت شارك براحتك، خد البطوله، ما انت فين وفي حد هينافسك اصلا؟ انما دوري ابطال افريقيا خش شارك فيه. لما الزمالك بيخش بيبقى حصاله افريقيا وانتوا عارفين، لا حصاله افريقيا بيطلع من الادوار التمهيديه، ما بيعملش حاجه غير كده تاني يعني. نخش بعد كده على بطولة الأفرو آسيوية، الأهلي مرة الزمالك مرتين، عشان الأهلي كان مشترك في البطولة العربية، ما كانش بيشارك، كان مقاطع البطولات الأفريقية، فعشان كده شارك فيها مرة، والمرة اللي شارك فيها خد البطولة، كسب 4-1 الفريق الياباني. طيب بعد كده في كأس القارات الثلاث، أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، دي البطولة من تنظيم الفيفا نفسه. الفيفا دي طبعا أنا لو قلت كلمة فيفا ناس من الزمالك ما يعرفوش عن كلمة فيفا إلا حاجة واحدة بس، العقوبات وايقاف القيد بس، فقط لا غير. انما تيجي تقول لهم فيفا يقول لك يعني ايه فيفا؟ احنا نسمع عن الفيفا دي بس ان بتوقف لنا القيد بس، مش اكتر من كده. الفيفا دي تنظيم الفيفا، كأس القارات الثلاث، قارة افريقيا، قارة اسيا، قارة المحيط الهادي. دي بطولة كبيرة جدا، يعني نص العالم
دي بطولة بسم الله ما شاء الله، أول من أدخلها في أفريقيا هو النادي الأهلي. نتكلم بعد كده على مشاركات كأس العالم للأندية. الأهلي شارك قبل كده 9 مرات وهيشارك ال10 إن شاء الله بإذن الله تعالى. الأهلي له 4 ميداليات برونزية، ده شرف وأي شرف. ولما تيجي تبص لكأس القارات في التصنيف حتى بتاع أفريقيا، ليه الأهلي مثلا لما العين يجي يلعب الأهلي يلعبه في القاهرة؟ عشان تصنيف الأهلي أعلى. الأهلي واخد 4 ميداليات برونزية، الأهلي مشارك 9 مرات قبل كده. فهم لما يجي يبص على التقييم لا يقول لك خلاص يبقى فريق آسيا هو اللي يروح، إنما لو أي فريق من أفريقيا هو اللي جه لا كان هيروح للعين، عشان العين عنده ميدالية فضية. فده حاجة كويسة جدا لأفريقيا، والأهلي اللي معلي أفريقيا عن آسيا وعن القارات التانية. طبعا نتمنى إن هو ينافس في البطولات اللي هي جنوب أمريكا وشمال أمريكا إن شاء الله بإذن الله، ويوصل إن شاء الله بإذن الله المستوى الأوروبي إن شاء الله ويشرفنا بإذن الله إن شاء الله تعالى. نخش بعد كده على البطولات. احنا قلنا المشاركات الأهلي بسم الله 9 وهيشارك ال10، هنقول 10 إن شاء الله بإذن الله تعالى. الميداليات الأهلي 4 والزمالك لا شيء لأن ما شاركش أصلا. عدد بطولات الأهلي الرسمية المعترف بيها 154 بطولة، أما الزمالك 78 بطولة. ما يجيش أحسب السوبر المصري السعودي بطولة لأن دي حاجة ودية ما بينه وما بين مثلا السعودية، دي بطولة كده بس هامشية، يعني مش أي بطولة أقوم جاي ضايفها بطولة، ألعب ماتش ودي أقوم ضايفه بطولة، لا ما فيش الكلام ده. الأهلي بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي أعلى فريق واخد بطولات على مستوى العالم برصيد 154 بطولة محلية إفريقية عربية إقليمية ودولية. بسم الله ما شاء الله 154 والزمالك 78. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.